لا انا لو رجع بيا الزمن يعني اشتري جزمه ابويا دي فوق دماغي، عاوز حاجه من الدنيا اللي ابويا يكون راضي عني. ابويا يكون راضي عني مش. لو في حاجة اتعلمتها زمان كانت هتفرق معاك دلوقتي؟ والله العظيم انا كل اللي اقدر اقوله ان انا كان نفسي اسمع كلام اهلي. الاهل عمرهم ما يغرقوا ابنهم في اي حاجه. انا شبه ان انا عصيت اهلي فتره كبيره جدا. تمام. وعدم سمعاني لكلامهم ديت ادت لوفاه ابويا. تمام. ان انا مثلا دخلت في علاقه، والعلاقه ديت في نهايتها اتجوزت وخلفت، وفي نهايه العلاقه دي برضو دلوقتي في مشاكل وفي محاكم، واهلي رفضوني كتير وكل اللي خسرته في الليله دي كلها ابويا الله يرحمه. تمام. فمعنى كلامي ان الاهل لازم نسمع كلامهم عشان ما حدش يغلط الغلطه بتاعتي ديت، عشان الغلطه ديت يعني ممكن تدمر مستقبل اي حد في الدنيا. حته ان الاهل ما نسمعش كلامهم ديت حاجه كبيره جدا. يعني انا لو عندي عيل طفل وما بيسمعش كلامي، انا لو موته بايديا احسن ما هو يموتني زي ما انا عملت في ابويا. واخد بال حضرتك بس كده. ربنا يرحمها. يا رب.